السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى فيديو جديد النهاردة ان شاء الله يعجبكم، في افكار حلوة جدا. تعالوا بس نبدأ كده ونقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة. تعالوا بقى، هنا حطيت حلة كده فيها شوية مية على النار، وعزومة بقى جديدة لنج. هنعمل النهاردة اكلات حلوة جدا وحرشة جدا جدا. طيب هنعمل ايه؟ هقول لكم طبعا لما نشوف كده واحدة واحدة مع بعض عشان ما نتلخبطش. هنا حطيت المية على النار وهعمل طماطم، يعني كل الطماطم اللي انتوا شايفينها دي هنعملها علشان نحطها تتسبك على النار. تمام كده. هنشغل بقى الخلاط بتاعنا الجميل الكيوت ده، ومش كيوت خالص على فكرة. طبعا كان في ناس كتيرة سألتني على الخلاط ده. ده مونوليكس، بس مش هو المفروض ان هو قطع غيار فرنساوي بس تقفيل مصري. تمام، بس حلو جدا ما شاء الله. تقريبا دلوقتي بقاله سنتين عندي، استعماله حلو جدا. الخلاط فيه حلو، الكبة حلوة ما شاء الله، المطحنة بتاعته حلوة برضو. هو انا تهت منكم ليه؟ هقول لكم ليه. عشان انا اكلت الاكله دي وبجد بجد يعني ايه، عارفين اللي عمرت النافوخ وعايزه انام، انا عايزه انام دلوقتي، بس للاسف مش هعرف انام. فهنا عملت ايه؟ حطيت شويه زيت في الحله السمراء اللي انتوا شايفينها دي، وحطيت الطماطم وهسيبها تتسبك، بس مش اكتر ولا اقل. هنا بقى الكوارع دي كانت عندي في الفريزر، طبعا كنت غسلاها غسله كويسه، طلعتها غسلتها تاني وحطيتها في ليمون وشويه ميه كده وسبتها تتنقع شويه. تمام، وبعد كده شطفتها ونزلتها في ميه بتغلي كده زي ما انتوا شايفين. هسيبها بقى كده تغلي غلوتين قبل ما احط لها اي حاجه. هنا طبعا انا واقفه مستنيه الصلصه تتسبك، والكوارع طبعا هتاخد شويه وقت على النار. هي اخدت تقريبا نقول ساعتين، ساعتين ونص، مع اني كنت حاطه لها كده رشه سكر صغيره، بس يعني ايه، قعدت معايا وقت حلو شويه، يعني تقريبا ساعتين ونص كده على النار. فعلى ما الكوارع استوت كنت خلصت بقى كل الاكل اللي انا عايزه اعمله معاها. هنا سايبه الصلصه تتسبك. هنحط بقى يعني مثلا بصلتين 3، ده على حسب كميه الخلطه بتاعه المحشي اللي انت عايزاها. انا حطيت 3 بصلات وكام قرن من الفلفل، وفيهم قرنين كده مشطشطين، يعني عايزه اقول لكم كانوا مظبطين الطعم فعلا. هنزل بقى بالبصل. طبعا الصلصه لسه ما اتسبكتش، بس هعمل ايه، هنزل بالبصل وهتبله علشان بس ما يعملش ريحه ولا اي حاجه. طول ما انتي حاطه التوابل على البصل فما تقلقيش منه خالص. هنا بقى كانت ايه، كانت دعاء جايه تقضي معايا اليوم، لاني قبليها بيوم كانت خالته هنا وكانت سمر وكده بس للاسف دعاء ما لحقتهمش، كان عندها ظروف وما عرفتش تيجي. فهي جت بقى تاني يوم عشان تبص على ماما وتقضي معانا اليوم. فقلت بقى هعمل لها اكله تحلف بيها، فعلا تحلف بيها النهارده من كتر حلاوتها. بصوا هنعمل كده تريكات من بتاعه المطاعم، فعلا هتغير طعم اكلك خالص وهتخليه في حته تانية. هنا بقى عملنا ايه، تبلت البصل بملح وفلفل وكمان كمون وكزبره. تمام كده. هنا بقى هنشوف الكوارع بتاعتنا لو طلعت اي ريم كده على الوش هشيله. هي بتطلع اكيد بس مش كتير، يعني مش بتبقى زي اللحمه على فكره، او مش بتطلع كميه ريم كتير. عايزه تغليها غلوه في ميه وتغيريها وتحطي ميه بتغلي نضيفه يعني او جديده، مفيش مشكله، الطريقه اللي تريحك. بس انا بشوف ان هي مش مستاهله، لان ما شاء الله بتبقى نضيفه، وطالما انت غسلاها ونقعاها كويس فما تقلقيش منها خالص، مش هتكون فيها اي ريحه زفاره ولا اي حاجه. تمام كده. انا شلت اي حاجه طلعت على الوش، وهوريكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. طبعا كانت دعاء واقفه معايا هنا وفي المطبخ يعني. وهنا بقى عملت الخضره، بس عملتها في الكبه لاني كان يعني صبعي متعور، وقلت ايه ننجز شويه في الكبه. ففرمت هنا تشكيله من الخضره، الشبت والبقدونس والكزبره وحطيتهم. نيجي بقى للكوارع بتاعتنا. بعد ما سبتها غلت غلوتين كده واطمنت ان هي ما فيهاش اي حاجه والميه بتاعتها زي الفل، حطيت بصل وجزر وطماطم، ورق لوري وحبهان وكبيبه صيني وملح. ما حطيتش ملح، ماشي، ركزوا في الحته دي، اوعي تحطي ملح في الاول. حطيت فلفل اسود بس كده، وهسيبها بقى تعيش حياتها كده على النار. تمام، لحد كده الكوارع بتاعتنا بقت زي الفل، ومش هنعمل فيها اي حاجه غير التركه واحده بس، ان احنا هنحط لها الملح في الاخر.
يعني بعد ما تستوي هنحط الملح. هنا بقى حطيت الرز اللي احنا عايزينه او كمية الرز اللي انا عايزاها للحشو، وحطيت كمان الصلصة بتاعتنا بعد ما اتسبكت. هنقلبهم كويس جدا مع بعض، طبعا هي لسه سخنة فانا بقلب بايه يعني واحدة واحدة كده. قلبي قلبي بصوا كده يعني فوق وتحت، واديها بقى كده علشان تبقى كل الرز عندي متغلف بالصلصة او بالخلطة اللي احنا عملناها. بصوا بقى، ده ورق عنب كان عندي موجود في التلاجة وطلعته كده زي ما انتوا شايفين. دول كانوا فاضلين من اللي انا كنت حاشية بيهم المرة اللي فاتت، فكنت حطاهم في الفريزر، طلعتهم بس يفكوا. وبعد كده بدأت احشي كده زي ما انتوا شايفين. معايا 3 طواجن حطيت فيهم طماطم وبصل وفلفل، وممكن تحطي جزر، وما انصحكيش لان الجزر اخر مره جايباه ب 28 جنيه، فمش لازم جزر يعني، مش يعني نستخدمه في الحاجات الضروريه قوي، فمش لازم نحطه في يعني في الطاجن من تحت، مش هيعيط من غير جزر يعني. فانا نصيحه من اختكم بلاش تحطوا جزر. ده انا سمعت ان هو سعره بقى اعلى من 28، بس انا بصراحه اخر مره جايباه من كام يوم كده كان ب 28. فحطيت يعني الطماطم والبصل، والله والبصل غالي والطماطم غاليه، يعني مش عايزه اعقدكم يعني، بس ماشي ما جاتش على بصلايه وطماطمايه، بلاش نبقى بخله قوي كده. هبدأ بقى ان انا احشي. بصوا انا بحشي ورق العنب الاول، او لو عامله اي نوع محشي تاني بحشيه الاول، وبعد كده اخر حاجه بحشيها بصراحه الممبار، عشان بس ايه ما يعملش اي زفاره في الرز ولا كده، ده اضمن يعني. او انت حابه تحشيه الاول فخدي كميه الرز بتاعته الاول في حاجه، وسيبي كميه الرز للحشو التاني في حاجه. بس انا هحشي ورق العنب الاول، وهنا بس بوريكم 2 أو 3 كده تشوفوا انا بحشيه ازاي، مش اكتر من كده. والباقي بعد كده انا هقعد بقى انا ودعاء نحشي ورق العنب. بصراحه ساعدتني والله كتر خيرها، انتوا عارفين ورق العنب بيبقى حشو رخم شويه، فهي عملت معايا فانجزنا بصراحه. حشيت ال3 طواجن اللي انتوا شايفينهم دول علشان هنعملهم بطريقه تحفه كده، مش ورق عنب ساده، لا ده احنا يعني عندنا كوارع، يرضيكوا يبقى عندنا كوارع ونعمل ورق عنب ساده؟ ما يجيش، ما يصحش. فهنا رحمه كانت عامله موهيتو وبتوريه لكم يعني. روحي يا رحمه اقعدي على جنب بالبرد بتاعك ده، بصوا عندها برد والعمليه بايظه معاها، ادعوا لها ربنا يشفيها. كل ما تيجي عندي تبقى عيانه، مش عارفه البت دي مالها. هنا بقى بعد ما الكوارع استوت كنت خلاص خلصت حشو الممبار وورق العنب، طلعت كام قطعه كده من الكوارع، وهبدا ان انا اقطعهم قطع صغيره. دول علشان هنحطهم في ورق العنب دلوقتي. انا سايبه حته في النص هوريكم دلوقتي، سايبه لفه كده الطاجن داير، وسايبه حته في النص فاضيه. بصوا بقى هنا اهو زي ما انتم شايفين قطعتها قطع كده يعني تبقى على قد المعلقه بالظبط. طبعا هي مستويه يعني، كان فاضل لها تركه كده بسيطه، بس هي بالنسبه لي انا كده مستويه. على فكره انا ما بحبش الكوارع تكون مهريه يعني، ما بحبهاش مستويه زياده عن اللزوم. الكوارع لما تبقى مستويه مظبوط بتبقى حلوه جدا. هنا بقى عملت ايه، جبت ميه حطيتها على النار وسبتها تغلي، وهننزل بيها في الممبار بتاعنا. ننزل بالممبار بتاعنا في الميه، ماشي ركزوا معايا كده. هنا كان فاضل شويه كمان كنت بجيبهم. طبعا بصوا انا حاطه في الحله الكبيره الكوارع، فدي اللي بعديها على طول، فيا دوبك بصوا كانت يعني مسويه الممبار بالعافيه. هسيبه بقى لحد ما يغلي كده. هعمل له ايه، هحط له بصلايه، ورق لوري، وحبهان، وكبابه صيني، وايه تاني، مش هحط طماطم طبعا، شايفينه اصلا قلب بصلصه ازاي. النور قطع. خير اللهم اجعله خير. طبعا الميعاد بتاعنا كل يوم، بصوا هما كل يوم يغيروا لنا الميعاد، انا يعني مبقاش في يعني ما بقتش عارفه يوم ثابت يعني، ممكن كل يومين كده يغيروا الميعاد بتاع قطعان النور، فعادي جدا يعني. بصوا اصلا وانا بعمل الاكل النور قطع عليا، بس ما كانش المفروض، انا قلت يمكن نغيروا الميعاد وما قالوليش، فقلت عادي يعني نبلعها. وانا بعمل الاكل طبعا زي ما قلت لكم قطع ووقف حالي، وقعدت تقريبا يجي نص ساعه او ساعه الا ربع قاعده جنب دعاء مش بعمل اي حاجه، سايبه الاكل في الفرن وقاعده جنبها لحد ما النور يجي عشان اكمل معاكم الفيديو. وجوعتهم طبعا كالعاده يعني.
فهنا بصوا بحط الكوارع كده في النص، وهنحط كام واحدة كده من اللي احنا قطعناهم على وش الطاجن زي ما انتوا شايفين. حاجة كده ايه، بصوا فاخر من الاخر. حابة تحطيها في الطاجن من تحت، انا احيانا كنت بحطها، بس هقول لكم لما كنت بحطها في الطاجن من تحت كان بيحصل حاجة كده. بصوا هقول لكم ايه هي. يعني كنت بتحطي طبق من الكوارع تحت، وبعدين بترصي ورق العنب عادي جدا، وبعد كده تقلبي الطاجن بتبقى الكوارع من فوق تمام كده. بس في حاجة بقى يعني انا لاحظتها لما كنت بعمله كده دايما، كنت بلاقي الكوارع لونها بيغمق او بتسمر قوي، بحس ان ورق العنب نفسه بيصبغ لون الكوارع. فكده انا جبت هنا الشوربه، انا سقيت على فكره بشوربه الكوارع، ولو انت مش حابه ممكن تسقي بشوربه عاديه اي حاجه، او مرقه بميه، مفيش مشكله خالص. بس انا سقيت طبعا علشان اخلي طعم ورق العنب كده ايه في حته تانية فعلا. هنا بقى حطيت الشوربه كده زي ما انتوا شايفين، والكوارع على الوش. هتنزل بقى كل اللي فيها كده، والطعم بصوا هيبقى جنان. حطيت معلقه سمنه كده على كل واحده، ورشه فلفل اسود، واغطيهم بورق فويل وادخلهم الفرن. فزي ما قلت لكم لما كنت بحط الكوارع من تحت كانت بتبقى حلوه وطعمها حلو وكل حاجه، بس بصراحه كنت بحس ان لونها بيسود قوي من الصبغه اللي بتنزل او اللون اللي بينزل من ورق العنب. فعشان كده بطلت ان انا احطها تحت، وبقيت احطها على وش الطاجن كده زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا لو هنشوف هو في المطاعم طبعا بيعملوها كده، بيعملوا الكوارع على وش ورق العنب مش من تحت تمام كده. فهنغطيهم بقى وندخلهم على الفرن ونسيبهم يستووا براحتهم كده، وبعد كده نشوف شكلهم، والتركه اللي هنحطها عليهم هتخلي الطعم بصوا بيضرب نار. هنا بقى هعمل شويه رز، لان ما ينفعش يكون عندنا كوارع وما نعملش فته. ازاي والله تزعل مننا الكوارع وتخاصمنا وما تخشش بيتنا تاني. فقلت لا، لازم اعمل شويه فته. يعني انتي تعملي اللي عليكي والباقي على ربنا، يعني هما ياكلوا وبعدين نشوف بقى ايه اللي هيحصل. فهنا هعمل شويه رز ابيض، انا ما كترتش، يا دوبك عملت بس ايه زي كوبايه رز كده. حطيت شويه زيت، وبعد كده هنحط الرز والملح ونشوحهم كويس جدا، وبعد كده نظبط بقى الميه بتاعتنا على قد معيار الرز، وايه تاني نسيبهم يتشربوا بس كده. وبعد كده نهدي عليه النار ونسيبه يكمل تسوية. هل الرز فيه حاجة؟ والله ما فيه حاجة، ده زي الفل اهوت، والراجل محترم معانا والدنيا تمام. طيب انا حطيت الرز هنا وسبته يتشرب، وبعد كده هجيب بقى، احنا هنعمل مرتين تقلية او طشة. بصوا الطشة اللي هي بالصلصة او اللي هي للفتة هعملها، وفي طشة تانية هنعملها دلوقتي مع بعض وهقول لكم ليه. هنا بقى كان يوم يعني حلو صراحة. الأنبوبة فضيت ماشي. بصوا أنا هنا بصوا بقلب وخلاص النار يعني بصوا بتستغيث. الأنبوبة كانت بتشطب وانا عندي طبعا استبن الحمد لله، يعني انبوبه بتبقى مليانه دايما ودي استبن. بس جيت يعني هو بصراحه مش انا اللي كنت بربطها، هو جوزي اللي كان بيغيرها، بس جه يعملها لقى الانبوبه بايظه، يعني الاستبن الجديد كمان كانت بايظه. فللاسف اضطرينا نجيب اللي على الفرن فوق. بص انا بحكي لكم قصه حياتي النهارده. فجبنا اللي على الفرن واشتغلنا بيها. هنا بقى بنعمل ايه؟ انت قلتي سبتي اللي انت بتعمليه وبتحكي لنا على الانبوبه. بصوا بقى هنا عملنا ايه. حمرنا شويه توم في معلقه سمنه، وبعد ما اتحمروا اخدوا اللون الاصفر حطيت عليهم شويه من الخل ورشه فلفل اسود، وبعد كده نزلنا بالطماطم بتاعتنا هنسيبهم يتسبكوا. ودي هنحط فيها الكوارع ونعمل بيها الفته تمام كده. نقطع فيها قطع كوارع كده دلوقتي زي ما هنشوف مع بعض، هنعملها على وش الفته. بصوا هنا اتسبكت. بعد ما اتسبكت بقى هنعمل ايه؟ هنحط لها شويه شوربه من بتاعه الكوارع. يعني بصوا الكوارع دي احنا نسلق بس الكوارع، وما عليكي اللي انت بقى ايه تشتغلي بقى الشوربه بتاعتها تحطيها في كل حاجه. الكوارع هتحطيها في كل حاجه، فاهمين كده يعني ايه؟ ما هو ما ينفعش دي كوارع، لازم نظبط بيها الدنيا. طبعا في ناس مش بتحبها. واقول لكم على مفاجاه حلوه قوي قوي، انا اكل الفته، بموت في فته الكوارع، بموت في الشوربه بتاعه الكوارع، بعشقها كده، بعشق شوربه الكوارع، بس ما باكلش الكوارع. شفتوا المفاجاه دي؟ يعني انا عماله ابص اقول لكم كوارع كوارع وانا اصلا ما باكلهاش. بس ماشي شغال. بس انا بحب الفته على فكره بتاعه الكوارع، مميزه على فكره عن فته اللحمه، طعمها مميز فعلا عن فته اللحمه. وكمان بعشق شوربه الكوارع، وبصراحة أنا بحس إن هي أفيد من الكوارع نفسها.
بصوا بقى هنا حطيت ايه العيش من تحت وحطيت عليه شوربه، وبعد كده حطيت عليه شويه من الصلصه اللي احنا عملناها، وهنا هنحط طبقه من الرز، وبعد كده نجيب بقى الكوارع اللي احنا حطيناها في الصلصه كده بالصلصه ونحطها على وش الفته. بصوا بقى انا بقى يا جماعه اسكندرانيه، بحب الفته الاسكندراني اللي هي بالخل والثوم. طيب انا ما رضيتش ازعلكم، والكوارع كمان هتزعل لو انا ما حطيتهاش في الصلصه، فقلت اعمل ايه نرضي جميع الاطراف. انا حطيت الكوارع اللي بالصلصه في النص كده بالظبط زي ما شفتوا، وسبت الجنبين فاضيين. طب سبتيهم ليه؟ هقول لكم دلوقتي، بس ركزوا معايا في الحته دي. هنا بقى جبنا قطعه كده من الزبده او السمنه، وهنحط فيها معلقه توم كبيره، يعني معلقه توم كبيره كبيره يعني، فاهمين؟ هنحمر شويه توم حلوين، وهنحط فلفل اسود، الطشه العاديه خالص الاسكندراني بتاعتنا، وهنحط فلفل اسود كده ونقلب. طيب هنا بقى انا وطيت النار علشان بس واحنا بننزل بالخل نخلي بالنا ممكن لا قدر الله الطاسه تولع منك، علشان الخل بيعمل طرطشه جامده. فهنا حطيت بقى ايه الخل. نيجي بقى شفتوا بقى ورق العنب طالع متكتك ازاي، شايفين المنظر؟ لا المنظر اصلا يجوع. هنزل بقى عليه على الكوارع نفسها بحبه كده من الطشه اللي احنا عملناها بالخل والثوم. بس عايزه اقول لك بقى ايه دي كده حكايه بتضرب في النافوخ. ورق العنب اصلا طعمه بقى مختلف جدا بس للاحسن، عايزه اقول لكم بقى تحفه جدا. هنا بقى الطشه اللي فضلت انا هحطها على الجوانب بتاعه الفته كده، عشان انا طبعا عايزه اكل فته، فانا مش بحبها بالصلصه، فهعمل ايه هحط لها خل وثوم برضو، فنبقى عملنا اللي علينا وزياده. هنا بقى شوربه الكوارع، شايفين شكلها؟ يعني انا بعشق شكل شوربه الكوارع اصلا، والفته والممبار بتاعنا بعد ما حمرناه، ودي شوربه الممبار وشوربه كوارع. اللي عايز يشرب دي اهلا وسهلا، واللي عايز يشرب دي برضو ما عنديش مانع. هوريكم طبعا الطاجن دلوقتي وانا بفضيه. ده الممبار بتاعنا طبعا طلعته بعد ما استوى وحمرته، ولا عملت فيه اكتر ولا اقل. هنا شايفين الطاجن تحفه 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 يعني. انا طبعا بقول للبنت رحمه تشم الريحه، يا رحمه قالت لي حرام عليكي يا خالته انا مش شامه حاجه خالص عندها برد. فبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده، يا رب يكون